اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده برعايه منصه هيتباو. كنا عملنا فيديو ليهم قبل كده، وكان الفيديو عن اداه تحسين جوده الفيديوهات. والنهارده هنتكلم عن اداه تانية بتقدمها المنصه، وهي اداه هيتباو فوتو اي. ودي بتعمل كذا حاجه، زي تحسين جوده الصور بالذكاء الاصطناعي، او اصلاح وتلوين الصور القديمه، او توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، وبرضه ازاله الخلفيه بالذكاء الاصطناعي. والاداه مدفوعه، بس بتهلك تجربه مجانيه، وهتلاقي كود الخصم في الوصف ممكن تستعمله، وهتلاقي رابط الاداه ورابط التحميل في الوصف. وقبل ما نجرب الاداه خلينا نعمل لايك وشير، ويلا بينا نبدأ. ده موقع هيتباو فوتو اي. ممكن تستخدم الادوات اللي احنا هنستخدمها النهارده من الموقع مباشره لو بتشتغل من الهاتف، ولو هتشتغل من البي سي ممكن تنزل البرنامج الخاص بيهم، والاتنين واحد. وهنا في الموقع بيوضح لك الاداه بتعمل ايه زي ما انت شايف. وزي ما انت شايف دي الفيتشر اللي احنا قلناها من شويه. وعشان نحمل البرنامج على البي سي هنضغط على تراي ات فري، وهتتحمل معانا بالشكل ده. هنضغط على البرنامج مرتين عشان نسطبه، والتسطيب سهل ما فيهوش اي مشكله. بعد ما يتسطب هيفتح معانا بالشكل ده. واجهه البرنامج برضه بسيطه جدا، وهتلاقي هنا على الشمال 4 ادوات. اول اداه خاصه بتحسين جوده الصور، وتاني أداة خاصة بتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، وتالت أداة خاصة بإزالة الخلفية، ورابع أداة خاصة بإزالة العناصر من الصورة. وتعالوا نجرب الأدوات ديت. وهنبدأ بأول أداة اللي هي AI Enhancer، اللي هي تحسين جودة الصور. هنحدد الأداة وبعدين هنضغط على Choose File، ونختار الصورة اللي احنا هنشتغل عليها. مثلا الصورة ديت. الصورة زي ما انت شايف مبكسلة، والجودة مش أحسن حاجة. وعلى اليمين هنلاقي كذا موديل. انت بتختار الموديل على حسب انت عاوز تعمل ايه في الصورة. يعني أول موديل مثلا اللي هو الفيس موديل، ده بنستخدمه لما يكون في وجوه في الصورة. تاني موديل اللي هو الجنرال موديل، ده بنستخدمه لما يكون الصورة مثلا منظر طبيعي او اي صورة تانية. تالت موديل اللي هو الدي نويز موديل، لما يكون الصورة فيها نويز بنستخدم الموديل ده، وهكذا. وهنتعرف على كل موديل بالتفصيل. تعالوا الاول نجرب الفيس موديل، عشان احنا عندنا وجه في الصورة ديت. وفي الفيس موديل هو بيديني 3 خيارات: سوفت، وسوفت في 2، وشارب. فانت بتختار الصورة انت عاوزها عاملة ازاي، عاوزها سوفت ولا شارب. فانا هنختار سوفت، وبعدين تضغط بريفيو من هنا، وتستنى لغايه ما يخلص. ودي النتيجة. وزي ما انت شايف الفرق واضح قبل وبعد. وخلينا نضيف صورة تانية ونجرب نموذج تاني. هنضيف الصورة ديت ونجرب النموذج العام اللي هو الجنرال موديل، وخلينا نضغط معاينة ونشوف النتيجة. وزي ما انت شايف رفع لي جودة الصورة بطريقة خرافية، والتفاصيل كلها واضحة. ومن اهم مميزات الأداة اللي هي إصلاح الصور القديمة. فخلينا نضيف صورة قديمة ونشوف هنتعامل معاها ازاي. هنضيف الصورة ديت، وبعدين نختار الموديل اللي هو بتاع إزالة الخدوش، وبعدين نضغط بريفيو. طبعا انا مش محتاج اتكلم، النتيجة هي اللي بتتكلم. وبعد ما حسنا جودة الصورة بالشكل ده، تعال نلون الصورة الابيض واسود. هنختار نموذج تلوين الصور بالابيض واسود، ونضغط معاينة. ودي النتيجة. بعد كده تعالوا نجرب الأداة التانية اللي هي توليد الصور بالذكاء الاصطناعي. هنحدد الأداة بالشكل ده، وبعدين نضغط على إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي. هيفتح لي الصفحة ديت. هنا قدامك خيارين: ممكن تضيف صورة وبعدين تعدل عليها بالذكاء الاصطناعي، أو تكتب وصف الصورة اللي أنت عاوزها وهو هيولدها لك. فاحنا خلينا نضيف صورة ونشتغل عليها. هنضغط هنا عشان نضيف الصورة بالشكل ده. بعد كده بتختار الستايل من الصور ديت، وبعدين تكتب له وصف تحت عاوز يحصل ايه في الصورة. مثلا هكتب له انا عاوز الشخص ده على شكل انمي بالشكل ده، وبعدين نضغط جنريت. ودي النتيجة زي ما انت شايف. ممكن تختار ستايل تاني وبعدين تضغط جنريت، هيديك نتيجة مختلفة بالشكل ده. بعد كده نيجي للأداة التالتة وهي إزالة خلفية الصورة. هنحدد الأداة بالشكل ده. بعد كده نضغط على ابدأ الإزالة، ونختار الصورة اللي احنا هنشتغل عليها، والبرنامج هيحذف لي الخلفية بشكل تلقائي بالشكل ده. وطبعا هنا هقصر الصورة بشكل احترافي، وكمان الصورة فيها شعر فبتكون صعبة، بس هنا قصه بشكل احترافي برضه. بعد كده نيجي للأداة الرابعة وهي إزالة الأشياء من الصور. هنحدد الأداة بالشكل ده، وبعدين نضغط على ابدأ الإزالة، ونختار الصورة اللي احنا هنشتغل عليها. مثلا هنختار الصورة ديت. احنا عاوزين نشيل الحاجات الحمراء اللي في الصورة ديت، فبكل بساطة هنحددها بالشكل ده. وبعدين نضغط معاينة، وهيشيلها لي بالطريقه ديت اكنها ما كانتش موجوده. بس يا سيدي، وده كان شرح الاداه بكل بساطه. رابط تحميل الاداه في الوصف، وممكن تستخدم الاداه من الموقع مباشره لو معاك تليفون. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وبس كده، في امان الله.